إزاي بكار؟ دي المذكرات اللي أني كتبتها. أني كنت عارف إني ممكن أعيا تاني، وكنت جاي لهم يبعتولك المذكرات دي عشان أنت كنت عايز تجراها. هتتبسط مش هتزهق، ما تخافش. اليوم الأول عرفت امبارح إن عندي سرطان في الدم. الدكتور راجل طيب جدا وقال لي إن في احتمال كبير إن أخف. أمي كانت زعلانة جوي وأبويا كمان، بس أني ما كنتش زعلان ولا خايف لأنه مرض زي أي مرض. أني كنت بس زعلان عشان زعلهم. اليوم التاني سافرنا ورحنا مصر. الطريق طويل جوي ومتعب أكتر من المرض، واختي الصغيرة ما حسيتش بحاجة لأنها فضلت نايمة. لما قابلت الدكتور في مصر قال لأبويا وأمي أول حاجة المفروض نعملها إننا نتكلم عن المرض من غير ما نبقى خايفين منه. اسمه سرطان مش المرض الوحش، نقول اسمه من غير ما نخاف لأننا هنحاربه، ولو خايفين منه هنهزمه ازاي؟ أني بقيت أحسن شوية، بس برضو بتعب وبزهق لما أفضل قاعد لوحدي كتير. خايف إنني ما خفش؟ لا طبعا، الحمد لله. أني بس خايف لكون ما عملتش كل اللي أقدر عليه عشان أخف، لكن لو عملت اللي عليا وسمعت كلام الدكتور وكلام أمي وأبويا ما يهمنيش بعد كده إيه اللي هيحصل. أني بدعي ربنا وراضي بأي حاجة هيكتبها لي، أكيد هتبقى كويسة. المهم إن أكون عملت اللي عليا. أصحابي طيبين جدا وخصوصا بكار. حسونا النهاردة سألني عن السرطان وبعدين اتكسف. أني مبسوط إني رجعت المدرسة، مبسوط إني وسط أصحابي، ومبسوط جوي إن هم فاهمين المرض اللي عندي ومش خايفين مني ولا بيضايقوني. بالعكس، بكر نفسه يقرأ مذكراتي، وأني كنت مبسوط النهاردة وحسونا بيتمرجح بالمرجحة بتاعتي. طلعت مسلية فعلا. أني بقيت مش قادر ألعب بأي حاجة إلا دي، وهي دي اللي عجبت حسونا. دي آخر صفحة في النوتة، بس مش هيبقى آخر يوم. امبارح بعد ما رجعت من المدرسة تعبت، والدكتور قال إني لازم أتنقل على المستشفى تاني. أني مش عارف هرجع ولا لأ، بس المهم إني كنت موجود بين أصحابي وأهلي والناس اللي بحبهم. متضايق بس عشان أمي وأبويا وأختي وأصحابي هيزعلوا عليا لو جرالي حاجة، وعشانهم برضو هفضل أحارب للآخر. في ايه يا بكار؟ مالك سايب اكلك وسرحان في ايه؟ رامي يا أمي، صعبان عليا جوي. يا ولدي، ربنا عادل وعالم، وهو اللي مقدر وكاتب لكل إنسان في الدنيا دي هيحصل له إيه وإمتى وإزاي. بكار، أنت عارف إني بخاف عليك وبحبك، صح؟ أيوة. ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي خلقنا وبيحبنا أكتر من أي حد في الدنيا، وأكيد ليه حكمة في كل حاجة بيعملها. بس أنا خفت من السرطان ده. أول مرة أحس إني مش قادر أساعد حد، وبالذات إن الحد ده صاحبي وبحبه. ادعي له يا بكار إنه يخف، وإن شاء الله ربنا هيستجيب لدعائك. يا رب اشفي رامي صاحبي واشفي كل العيانين. بس أني جاتلي فكرة. فكرة إيه يا بكار؟ مفيش حاجة في الدنيا يا أمي من غير سبب. أني هدخل على النت واقعد أدور عشان أعرف أسباب المرض ده اللي وصلولها لحد النهاردة. وبعدين؟ لازم نوعي الناس بأسباب المرض عشان ما تتصابش بيه. اعمليلي شاي بحليب يا أمي، وما تخليش رشيدة تدخل عليا الأوضة. عاوز أركز جامد في الموضوع ده.
حاضر يا ولدي، ربنا يوفقك. يا رب ساعدني. ها يا بكار، وصلت الحاجة؟ أنا جبت معلومات كتير ومهمة ورتبتها ولخصتها في نقط واضحة وسهلة عشان نعرف الناس أسباب الإصابة بالسرطان وإزاي نحمي نفسنا منه. وأستاذة ابتهال وعدتني إنها تنشر كل المعلومات دي على أهل البلد. طب يلا قولي ايه هي المعلومات دي؟ أولاً أنا كتبتها بالعامية عشان كل الناس تفهمها. طب وسع كده شوية يا بكار، لما اشوف هفهمها ولا لأ. ماشي، أهي فرصة نتأكد إنها بسيطة ومفهومة. ازاي نبعد عن أسباب الإصابة بالسرطان؟ 1. التدخين السلبي. أكتر من 70% من المصريين بيتعرضوا للتدخين السلبي، وده خطر جدا. 2. المبيدات. التعرض للمبيدات بيضاعف 10 مرات احتمالية إنك يجيلك سرطان. 3. الأواني المخدوشة. إيه ده بقى؟ يعني الحلل والقلايات يا حسونة. يا خبر. أيوة، دي خطر جوي، لازم ما تكونش مخدوشة. 4. الأواني البلاستيك. ودي بقى حكايتها حكاية يا حسونة. إزاي يعني يا بكار؟ بص اجرى. أما تلاقي العلامة دي اللي على شكل مثلث جواها رقم 1، ودي بتبقى محفورة على أغلب أزايز المية والعلب البلاستيك الخفيفة الطرية، معناها إنك تستخدم الإزازة البلاستيك دي مرة واحدة بس، ما تقعدش تملاها وتعيد استخدامها تاني، وكمان ما تعرضهاش للشمس. أما رقم 2 فهو نوع كويس من أأمن أنواع البلاستيك، وموجود في علب اللبن والشامبو ولعب الأطفال. رقم 3 من أرخص أنواع البلاستيك وسام، وبيكون موجود على شكل رول بلاستيك بيغطوا بيه الأكل والفاكهة، وده لازم نتخلص منه بسرعة وما نستخدموش لفترات طويلة. يا خبر يا خبر. كمل قراية يا حسونة. طيب هكمل يا بكار. رقم 4 بيستخدم في الأكياس وبيكون آمن شوية. رقم 5 ده بقى أفضل أنواع البلاستيك ومش مضر أبداً، وبيتحمل كل درجات الحرارة، ساقع وسخن. رقم 6 ده خطر وغير آمن. وأخيراً رقم 7 بيبقى خليط من كل أنواع البلاستيك، والأأمن نتجنبه. مالك في إيه؟ أبداً، كنت بس عايز أعرف الإزازة البلاستيك أو العلبة لما عاوز أستخدمها كذا مرة المفروض يكون محفور عليها رقم كام؟ 2 و4 و5، وأحسنهم رقم 5. ماشي. خلاص كده ولا لسه في حاجة تانية؟ لا لسه. الكسل وعدم الحركة من أسباب السرطان، وعشان كده لازم تتحرك وتعمل نشاط وتلعب رياضة. حاضر. سبب تاني من أسباب الإصابة بالسرطان هو الأكل اللي مش صحي، يعني لازم ناكل خضار وفاكهة ويكونوا طازة. ايه رأيك؟ ودي عايزة كلام يا بكار، دي معلومات مهمة ومفيدة جوي. واني اتأكدت منها من مصادر كتير وكلها موثوق منها. يا رب تفيد الناس وتنفعهم. يا ولاد،
النهاردة فيه مفاجأة حلوة. هو في ايه؟ انتوا هتخلونا نروح بدري النهارده يا استاذ؟ يا سلام، دي تبقى احلى مفاجأة. لا يا حسونة، زميلكم وابننا العزيز رامي خف خالص وهيرجع ويبقى معانا على طول. ازيك يا رامي؟ رامي اهو. رامي جه. عامل ايه؟ ازيك يا رامي؟ الحمد لله على السلامة. عامل ايه؟ الله، فين الطاقية؟ الله 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 الله، وايه الشعر ده؟ الحمد لله على سلامتك يا رامي. الله يسلمك، وحشتني يا بكار. انت عملت ايه؟ الحمد لله استجبت للعلاج وخفيت خلاص، وكتبت كل حاجة في مذكرات جديدة حابة اديها لك تجراها يا بكار. بقول لكم ايه، كفاية كلام بقى وتعالوا نلعب كورة، وروح انت بقى تمرجح. لا، أني هلعب معاكم. صحيح، ده انت خفيت، بس هتقف جول. ايه؟ اشمعنى؟ هو كده، انت لسه جاي، يبقى تقف جول لمدة اسبوع، وبعدين تبقى تلعب في الدفاع. الحمد لله على السلامة يا كبير. ها، ايه النظام عاوني؟ بس ايه رأيك؟ حتة بلد من الآخر. هنا بقى هتقدر تعمل اللي انت عايزه، ومفيش أي حد هيعمل لنا مشاكل. دول ناس عايشين في حالهم، ولو حد ضاع هيعملوا شوية قلق وخلصنا، ولا هيعرفوا احنا مين ولا منين. 100 والعيال نظامها ايه؟ البلد أمان، وسايبين العيال الصغيرة بتلعب في الشوارع براحتها. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. طب يلا شد حيلك بقى ونقي لك واد وانجز. حبيبي صباح الفل. عربيتي أسرع من عربيتك يا بكار. لسه السباق ما خلصش يا حسونة، لسه فاضل لفة. انتوا بتشجعوا مين؟ انتوا مش شايفين انا فين وهو فين؟ طب اهو واهو، وخدوا عندكم دي كمان. ايه ده؟ العربية مالها؟ هاي، خلصت البطاريات يا فالح. يلا يا بكار، يلا بكار، انتوا بتغشوا، اني المفروض اللي اكسب. بنغش ازاي يا حسونة؟ انت اللي مش عايز تعترف انك خسرت يا حسونة. بس بقى اني متضايق، ولما حسونا يبقى متضايق محدش يكلمه. طب يلا، دور فارس وهمام في السباق. لا، أنا جعان جدا ومش قادر، هروح أتغدى. بتهرب يا فارس طبعا لانك خايف تتهزم. أهرب مين؟ روحوا هاتوا البطاريات، هترجعوا تلاقوني. سلام. ايه ده؟ انت هتروح لوحدك يا فارس؟ المسافة بعيدة، استنى شوية وهنروح كلنا سوا. لا، أنا لما بجوع ما بفهمش. استنى يا فارس. سلام بقى، شوية وجاية على طول. يلا روح يا حسونة اشتري البطاريات. يا سلام، ولا هشارك في تمنها حتى، اتسابق بيها كده يا حلو. هو انا هخسر لوحدي ولا ايه يعني ولا ايه؟ بقول لك ايه يا حبيبي، مش عاوز تشتري حاجات حلوة؟ لا شكرا، أصلي رايحة أتغدى. انت حظك حلو، ده انا معايا حاجات حلوة ما حصلتش. تعالى بس دوق، تعالى. معلش، أصلي لازم ألحق أروح، وبعدين أني مفيش معايا فلوس. طب بص، دوق واحدة ببلاش، ولو عجبتك اديك عرفتني، وابقى اشتري مني بعدين. أنا عايزة أدوق طبعا، بس أنا أمي قالت لي ما كلش حاجة من الشارع.
وهي دي حاجات من بتاعة الشارع؟ ده أنا ببيع حاجات حلوة مستوردة. إذا كان كده متهيألي ممكن أدوق. ماشي، هي فين؟ هناك اهي في العربية. ها؟ يلا بينا، ما تخافش. أصلاني بصراحة المفروض ما كلمش حد معرفوش. تلاقي أمك برضو اللي قالت لك كده. أيوة صح. أنا عمك مرجان، وإنت اسمك إيه؟ اسمي فارس. خلاص كده أنا ما بقتش غريب، ولا أنت كمان. تعال بقى اختار لك واحدة. اتفرج بقى ونقي اللي تعجبك منهم، بس واحدة بس. ياه، دي حاجات حلوة جدا. أهلا أهلا يا أم فارس، اتفضلي. فارس ولدي عندك يا أم بكار؟ فارس؟ يا بكار، بكار. أيوة يا أمي. بس الواد ده شكله مش هينفعني. هو انت بتراجع الاولدر مع بتاع الدليفري يا عزمي؟ قصدي يعني الواد ده اسمر، مش هيبانوا ان ابني، وكمان مش شبهي خالص. يا عم دي شكليات، هو حد مركز مع حد اليومين دول؟ سلام. اتفرج بقى ونقي اللي تعجبك منهم، بس واحدة بس. فين يا عم الحاجة الحلوة اللي ببلاش؟ ها؟ ايه ده؟ أني فين؟ ها؟ افتحوا الباب، الحقوني. الحمد لله على سلامتك يا حبيب. ها؟ الله يسلمك. ايه يا عم النوم ده كله؟ انتوا مين؟ واني فين؟ احنا مين؟ انت اللي مين؟ وايه حكايتك بالظبط؟ مش فاهم حاجة. أني ايه اللي جابني هنا؟ يا ابني احنا لقيناك مغمى عليك على الرصيف في الشارع، حاولنا نفوقك ما فوقتش، جبناك على البيت عندنا لغاية ما نعرف حكايتك ايه. طب يلا فوق كده عشان اخدك واوديك اسم الشرطة. حرام عليك يا عزمي، ده طفل، هيبهدلوه وهيبيتوه في الحجز مع الحرامية والمجرمين. ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ صاحبك؟ انت تعرفني؟ لا، ما انا مش عارف اسمك، عشان كده بقولك يا صاحبي. أني اسمي فارس، وانت؟ انا بقى يا سيدي بيقولوا لي ايمن. يعني ايه؟ اسمه أيمن، ودي ياسمين، ولادنا. وده عزمي جوزي، وانا اسمي عنايات. طيب، أني متشكر جدا إنكوا ساعدتوني. أنا يمكن بس كنت جعان جوي واغمى عليا من كتر الجوع، بس خلاص يلا روحوني بيتي، زمانهم جلجانين عليا جدا. وانت بيتك ده فين؟ أني حافظ النوبة كويس، يلا بس واني هوريهولكوا. نوبة؟ نوبة ايه؟ يا ابني احنا هنا في القاهرة. ايه؟ ازاي؟ ياه، النوبة دي بعيدة قوي. أصلاني له أي حاجة أكلها يا عنايات. الحاجنا يا حضرة الظابط، فارس ابني ضاع،
فارس ابن ده يا حضرة الظابط. اهدوا بس يا جماعة وإن شاء الله هنلاقيه. يعني انتوا آخر مرة شفتوه يا ولاد كانت الساعة كام تقريبا وفين؟ في الجنينة اللي بعد المعبد القديم. وكانت الساعة 4 وقال إن هو هيروح ياكل ويرجع لنا. واحنا مشينا الساعة 5 تقريبا وما كانش رجع. أيوة، وما شفناهوش من ساعتها. بص يا أم فارس، أنا هاخد منك مواصفاته ولبسه وحالا هندور عليه وهنلاقيه. يا رب يا رب يا منجي يا رب. يعني أني هروح إزاي؟ تروح؟ دي تذكرة القطر بفلوس يام، واحنا ما عندناش فلوس خالص. إيه؟ طب وبعدين؟ أمرنا لله. يقعد معانا يومين 3 لغاية ما نحوش شوية فلوس نروحوا بيته بيهم. حنين وقلبك طيب طول عمرك. هنعمل ايه بس؟ الواحد عنده عيال وبيخاف ربنا. طب أكلم أهلي في التليفون أطمنهم. ما عندناش تليفون. نتصل من أي كشك في الشارع. ما قلتلك معناش فلوس. الله 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 الله، الواد ده غلباوي قوي وهيتعبنا. اوديه القسم بقى ونخلص من المشكلة دي. لا عشان خاطري يا عزمي بلاش. لا، وديني الجسم واني هتصرف. اوعى تقول كده تاني، هيقعدوك في الحجز يمكن شهر واكتر لغاية ما يوصلوك لأهلك. لا، الشرطة هتساعدني. خلاص تهت ولقيناها. احنا ننده أمين الشرطة جارنا وهو يتصرف معاه. أمين شرطة مين اللي نجيبه هنا؟ انت اتجننت يا عنايات. أمين الشرطة جارنا حسنين. ايوه حسنين، أمين الشرطة. هروح عند أهله. حسنين يا حسنين. مين؟ ها؟ عاوز ايه يا عزمي؟ خد تعالى عاوزك. بقولك ايه، اوعى اتحرك قشاط من مكانه. قول. عاوزك في مصلحة صغيرة. يا سلام، انت تؤمر يا نجم. يا باي عليك. خد. ايه ده؟ 10 جندي بس؟ مش احسن من قعدتك على القهاوي؟ طب انجز. هعمل ايه؟ هتعمل امين شرطة. مش فاهم. هتمثل انك امين شرطة وهقول لك كلمتين تقولهم لواد وشكرا، بس عاوزك تسبق الدور على الاخر. واد مين؟ واد جديد احنا خاطفينه. ايه؟ انت اتجننت يا عزمي؟ بتخطف عيال قدامي على اسمي يا مجرم قدامي. ولا حسنين. ايه رايك بقى؟ عجبتك؟ لا، امين شرطة بصحيح. طب يلا ايدك بقى على 10 جندي كمان. هديلك بس بعد ما تخلص. طب وانا هقول له ايه؟ مفيش، هتخوفه من العساكر والظباط. مش فاهم. بص، طول ما هو مرعوب من الشرطة هنقدر نخليه يعمل اللي احنا عاوزينه وهنبقى في التمام. تعالى بس وهفهمك في الطريق. يلا بينا. ولا مدحت، اوعى اتحرك حاجة، انا 5 وراجع. خلاص عرفت هتعمل ايه؟ طبعا عيب عليك. اتفضل يا حضرة الأمين. أكيد الواد ده نشال أو حرامي. إيه يا عزمي؟ البيبان بتاعتكوا دي؟ معلش يا حضرة الأمين. أنت إيه بقى حكايتك بالظبط؟ ده أيمن حضرتك. واسمك أيمن إيه يالا؟ أنت؟ ده أيمن ابني يا سيادة الأمين. أيوه. انت بتستعماني يد؟ انت بتخمني ومستخبي وسط الناس المحترمين؟ بخم ازاي بس؟ ما انا بس ما تتكلمش خالص. انت ترد عليا ولا ايه؟ حاجه غريبه قوي. انت منين؟ بقولك؟ ارد يعني؟ لا،
ده انت شكلك مجرم وقديم في الاجرام بقى. قدامي يالا قدامي. من النوبة حضرتك. وايه الصديري اللي انت لابسه ده؟ ها؟ انت بقى اللي سرقت محل الهدوم اللي في السوق اللي جنبنا من يومين، مش كده يالا؟ الصديري ده كان متبلغ عنه من ضمن المسروقات. أني ما سرقتش حاجة، ده بتاعي. بالراحة بس يا حضرة الأمين. قوم يالا قدامي قوم، القضية لازم تتقفل. يا عم عزمي الحجني. طب بالهداوة بس يا حضرة الأمين، تعالى بس معايا وأنا هحل الموضوع ده. تحل ايه بس؟ تحل ايه؟ بقولك السديري ده من ضمن المسروقات، لازم يتسلم ويتسجن لغاية ما يبلغ عن مكان بقية الهدوم اللي سرقها. وقضية بقى يعني فيها يجي 3 سنين حبس مع المجرمين والسوابق. ليه كده بس يا ابني؟ والله ما سرقت حاجة. طب خلاص تعالى بس معايا. يوه ماشي يا عزمي، عشان خاطرك انت بس. يا عم ما تعيطش، جمد قلبك كده وانشف. خد حبيب قلبي، بقولك ايه، انا هعدي عليك بقى كل يوم اخوفولك شويه. لا يا سيدي ما نستغناش، بيتهيألي مش هنحتاجك تاني اصلا. ايه كان عليا بايه بس يا ربي؟ في ايه يا عزمي؟ الهدوم اللي اتسرقت طلعت ب5000 جنيه. يا خبر، وبعدين؟ بالعافية رضي ان كل يوم اديله فلوس شغلنا كلها لغاية ما المبلغ يكمل، وهو هيروح يديهم لصاحب المحل ويقنعه انه يتنازل عن المحضر. والله ما سرقت حاجة. بقول لك ايه، انده ياخدك يعني؟ لا خلاص أني آسف. طب اسكت بقى ونام عشان تقوم فايق، ورانا شغل كتير. شغل ايه؟ بكرة هتعرف. نام دلوقتي يا حبيبي. حاضر. ايه ده؟ طب انتوا بتكفلوا عليا ليه؟ عشان انت امانة عندنا، خايفين عليك يا سيدي. بس أني بخاف أقعد لوحدي. وانت من اهله. هاي يا خالة طمنينا. مش موجود برضه في المستشفى دي. وبعدين بقى احنا دورنا في كل المستشفيات اللي في البلد ومالوش اثر. يا حبيبي يا ابني، يا ترى انت فين يا ضنايا؟ ما تقلقيش يا خالة، أني جاتلي فكرة. تعالوا معايا. على فين؟ على خالي سيدون، تعالوا معايا وأني هشرح لكم. زيتي وسديري برتقالي. لو حد شافه النهر ده او عنده اي معلومات عنه يروح للقسم فورا. يا اهالي النوبة، طفل متغيب من العصر اسمه فارس، لابس جلابية زيتي وسديري برتقالي. لو حد شافه النهر ده او يا ريس جردوني. ايوه يا عم محمود. بقول لك اني شفت امبارح عربية غريبة عننا، كانت واقفة ناحية المعبد القديم، وكان راكب فيها راجل مش من هنا وعمال يتلفت حواليه. كان شكلها ايه العربية دي؟ كانت لونها اسود وقديمة، وكانت بتطلع دخان كتير وهي ماشية. يمكن الشكمان مخروم. طيب يبقى لازم نبلغ الشرطة، يلا بينا. ايه يا بكار، بتفكر في ايه؟ هقولك، تعال معايا. هو يا عم كامل. مين؟ هاي بكار. ايه شارين عجلة وعايزين نصلحها لكم؟ لا، فارس صاحبنا مش لاقيينه وخايفين لا يكون اتخطف. وعم محمود شاف عربية سودة قديمة كانت واقفة جنب المكان اللي كنا بنلعب فيه، وبيقول إن شكمانها كان بايظ. يا ترى شفتها؟ ايوه،
وعارف الراجل اللي كان سايقها ده جالي وانا صلحت له الشكمان. هو انت في سنة كام يا أيمن؟ سنة كام؟ في سنة حلوة يا جميل. ها؟ يعني ايه؟ يعني اسكت يا عادل لغاية ما نشوف هنلم الفلوس اللي انت دبستنا فيها دي ازاي. أني اسمي فارس على فكرة. اسمك عادل. انا قلت للامين كده امبارح عشان اداري عليك وما يعرفش يدور وراك. معلش، أني آسف إني سببت لكم المشاكل دي. مكتوب علينا، هنعمل ايه؟ وانتي عندك كام سنة يا ياسمين؟ يوه خلاص اديني سكت اهو. يلا ادينا وصلنا الشغل اهو. هشتغل انا بياسمين وانت خدي عادل وايمن يشتغل لوحده. ايه ده؟ هما مش هيروحوا المدرسة؟ لا، واخرس بقى بدل ما اسلمك لامين الشرطة. احنا بنحاول نلم لك فلوس الهدوم بدل ما تتسجن. خلاص يا عزم، تعالى معايا يا حبيبي. هو احنا هنعمل ايه؟ هنبيع مناديل. فين؟ صباحك عسل يا عسل، ساعديني ربنا يكرمك. متشكرة يا حبيبتي، معايا مناديل. عايزة افطر الواد، ربنا يزيدك. خد يا حبيبي. لا 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 يا ست هاني، ده ممنوع منه، ده عيان وعايزين اي فلوس نعالجه بيها. ياه معلش، ربنا يشفيه. خد يا ماما. ربنا يفتحها عليكي يا أميرة. بس أني مش عيان. التجارة شطارة يا حبيبي. بس دي مش تجارة، ده تسول. صباحك فل يا قمر. ايه هو انا كل يوم بقى هشتري مناديل؟ عايزة افطر الواد يا ست الكل. وانتي كل يوم هتقفي لي بعيل شكل. يعني مركزة قوي معايا. يلا يا واد. أنا صلحت له العربية يا فندم، بس ما كنتش أعرف إنه خاطف الولد. معلش مش مشكلة، المهم إنك تقول لي أي حاجة أقدر من خلالها إن أوصل له. مش عارف بقى اللي أنا فاكره ده هيفيد سعادتك ولا لأ. يا سيدي قول بس اللي عندك وأنا هشوف. حاضر. بص يا باشا، العربية سيدان لونها أسود، رقمها 216 نون طا عين، موديلها E70، سنة الصنع 82، ماشية 521,000 كيلو، والراجل صاحبها وشه مطول وبشنب وشعره طويل ولابس برتقاني على جينز وكوفية صفرة، وعنده بتاع 42 سنة واسمه مرجان. كل ده هو مستقل بالمعلومات اللي عندك، هو انت كان ممكن تعرف عنه ايه اكتر من كده؟ اعرف يا باشا، اعرف انه كمان كان معاه واحد بقالي كام يوم بشوفه بيلف في البلد واسمه عوني، وبيقعد على قهوة عند السوق، وعنده بتاع 50 سنة وشكله عاطل عن العمل وبشنب كبير ومتلفح بكفية صفرة. لا انا بجد مش عارف اقول لك ايه، ده انت عبقري، ما تيجي يا ابني تشتغل معانا. ما انا كان نفسي ابقى ظابط مباحث، بس ما ينفعش اسيب الورشة. بكار همام، ما تقولوش لأي حد حاجة عشان المجرم شريكه ده ما يعرفش إن إحنا رايحين نقبض عليه، مفهوم؟ صباح الفل يا باشا. ابعد يا ولد انت، ابعد عن العربية هتوسخها. دي فوطة نضيفة والله. انت هترغي معايا، امشي بعيد بقولك. يلا. طب اديني جنيه بس. ولا مليم، غور. ماشي شكرا. أنا تعبت، مش هنريح شوية؟ لسه بدري. يعني هنروح إمتى؟ بالليل، هنروح بالليل. يا خبر، طب أنا جعان. يا حبيبي أطلب لك ديليفري؟ ماشي. ضحكتني يا ولد. ها ياسمين، يا خبر، ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ بنتي حبيبتي. يا خبر، هاتوا الاسعاف حالا واطلبوا البوليس. ملوش لزوم، هتبقى كويسة دلوقتي، اوعى يا اخوي. طب اركبوا معايا اوام، نطلع بيها على المستشفى. ياسمين فوق يا ياسمين. انا ما شفتهاش والله، مش عارفة ازاي ده حصل. طب بس راضينا بحاجة واحنا هناخدها نعالجها. راضيهم يا هاني.
راضيهم بدل ما تتبهدلي في سين وجيم. طب خدي دي كل الفلوس اللي معايا. يا حبيبتي يا ياسمين. واد يا ايمن، اشتغل وشغل عادل لغايه ما نشوف البت مالها. حاضر. معلش يا أيمن، إن شاء الله ياسمين هتبقى كويسة. على فكرة أنا اسمي كريم. كريم؟ تعال نريح شوية. أنا مش فاهم حاجة. معلش بكرة تفهم. طب هو باباك بيسيبك في الشارع لوحدك كده عادي؟ أنا أبويا ميت من زمان. إيه ده؟ هو عم عزمي مش باباك؟ لا، ولا طنطك عنايات تبقى أمي. إيه ده؟ يعني ياسمين مش أختك؟ ولا أختي، ولا هي كمان بنتهم برضه. يعني إيه؟ أنا مش فاهم أي حاجة. اهدى وركلس كده وأنا هحكيلك. هو ده يا فندم. مساء الخير. اوعى تكون بتفكر تهرب، لان انا ممكن اقوم دلوقتي حالا في وسط القهوه واقول ان انت بتخطف الولاد الصغيرين من البلد واسيب الناس بقى يتصرفوا معاك، وانت عارف. يا حضرة الظابط، اهرب ايه؟ ارجوك اقبض عليا. كلبشني يا ابني. عارف أكتر حاجة نفسي فيها إيه؟ إن أرجع المدرسة. نفسي أكون زي الولاد اللي لابسين لبس المدرسة وشايلين شنطهم. نفسي يكون ليا أصحاب بيحبوني. الناس بتحترم أي حد بيتعلم، وأنا نفسي الناس تحترمني. أنت عمرك ما رحت المدرسة؟ أنا سبت المدرسة بقالي 2 سنين، ودلوقتي نفسي أرجع لها تاني، بس ما ينفعش. أصحابي اللي قابلتهم في الشارع قالوا لي إن أنا كده هبقى راجل وبعتمد على نفسي والتعليم مش هيفيدني في حاجة. بس بعد ما قعدت 2 سنين في الشارع أنا مش حابب اللي أنا فيه ده. مش باخد حاجة غير البهدلة والمشاكل، وتعبت قوي. طيب أنت ليه سبت المدرسة؟ بص يا فارس، أنا أبويا كان شغال نجار مسلح، وفي يوم وقع من عمارة وهو شغال فمات. أمي بقى حاولت تشتغل كذا شغلانة عشان نعيش، معرفتش، فاتجوزت واحد سواق ميكروباص، ومن ساعتها كل حاجة في عيشتي اتغيرت. إزاي؟ في أول كام يوم كان بيعاملني كويس، لغاية ما جه وقت مصاريف المدرسة قالك مش دافع. ايه الفلوس اللي كانت تحت مخدتك دي يا؟ جدتي اديتهم لي عشان ادفع مصاريف المدرسة بكرة. خلص الكلام، من النهارده مفيش مدرسة، انا بقى المدرسة. يعني ايه؟ يعني هاخدك تشتغل معايا، هتلم الأجرة. ايه؟ بس انا عاوز اتعلم. هو الناس بتتعلم ليه؟ مش عشان تشتغل؟ انا بقى هشغلك من غير ايوتها عليك. وخفت احسن يضربني فنزلت معاه الشغل، وبرضه بصراحة افتكرت ان الشغل هيبقى احسن لي من المدرسة، بس كنت غلطان، وخصوصا ان هو ضحك عليا. ازاي؟ فين اجرتي؟ أجرة ايه؟ بقالي 1.5 شهر شغال معاك وما اديتنيش فلوس خالص. ما انا بحوشهم لك. يعني ايه؟ انت سيبتني المدرسة وقلت لي هشتغل واقبض فلوس. وهو الاكل بقى اللي باكلهولك انت وامك ده كل يوم مش بفلوس ولا ايه؟ امشي يلا من هنا يلا. وبقى كل يوم يضربني بسبب ومن غير سبب، وما بيدينيش فلوس، فهربت. هربت؟ يعني ايه؟ يعني سبت البيت ومشيت. يا خبر، حد يعمل كده؟ وبعدين؟
معرفتش اروح فين. فضلت ماشي في الشوارع مش عارف اعمل ايه. جعت واتبهدلت وكلاب طلعت تجري ورايا. طب وما رجعتش بيتك ليه؟ خفت يموتني من الضرب. وبعدين كمل. في يوم وانا نايم في الشارع انت قوم يا ابني، قوم. ايه في ايه؟ البوكس بتاع الشرطة في أول الشارع، هياخدوك ويبهدلوك. قوم يلا. انت ايه حكايتك يا ابني؟ طفشان من بيتنا. يا حبيبي يا ابني، طب تعالى معايا، تعالى ما تخافش. بس يا سيدي، وعشت مع عمك عزمي وطنطك عنايات. ربنا يكرمهم، ناس طيبين. طيبين مين يا عم؟ انت لسه مستجد ما شفتش حاجة. مستجد يعني ايه؟ مش فاهم. برضو مشغلنا بالسخرة وضرب وافترا واكل قليل. يعني ايه؟ يعني اني مش هيروحوني لاهلي؟ خلاص، هما دول اهلك دلوقتي. لا، انا هروح بيتنا. يا فارس، انت مخطوف، واللي خطفك جابك ليهم وقبض فيك قرشين حلوين، مش هيسيبوك ابدا. خير يا حضرة الضابط؟ فارس ابني حصل له حاجة؟ خير إن شاء الله. أنا جاي لك عشان أطمنك، بس أنا مش عايز أي حد يعرف الكلام اللي أنا هقوله لك دلوقتي. أني هخش أجيب حاجة من جوه. في إيه يا حضرة الضابط؟ اطمني، أنا قربت أوصل لفارس، بس لو اللي أنا هقوله لك ده حد عرفه ممكن ما نعرفش نوصل له خالص. لا، أني هسكت خالص أهو. طيب، إحنا خلاص مسكنا الراجل اللي ساعد في خطفه، وعايزين منك دلوقتي صورة واضحة لفارس عشان هنشتغل بيها في كذا اتجاه على مستوى مصر كلها. حاضر، حالا. لا حول ولا هو ده الولد؟ هو ده الواد بتاع النوبة. ايه ده؟ هو انتوا خاطفين غيره؟ هو انا جبت سيرة الخطف يا باشا؟ شوف، في ناس كتير قوي واقفين بره، ولو عرفوا ان اللي خطف ابنهم موجود جوه القسم هيدخلوا وياخدوك، وانت بقى شوف هيعملوا فيك ايه. يا باشا انا مجرد نضرجي بشوف العيال اللي تنفع واقول لمرجان عليهم، واحنا كل شويه في بلد شكل. لما بلاقي ولد ماشي في الشارع لوحده او اهله مش واخدين بالهم منه بقول لمرجان، ومرجان هو اللي بيتصرف يا باشا. معاك رقم تليفون مرجان طبعا؟ ايوه يا باشا معايا. هاتولي التليفون بتاعه بسرعه. أني لازم أوصل للشرطة حالا، بس أني خايف. أمين الشرطة قال لي إني مطلوب في قضية سرقة. انت صدقت؟ دول بيخوفونا كلنا من الشرطة عشان محدش يبلغ عنهم، دي عصابة كبيرة. إيه؟ يعني عم حسنين اللي كان عاوز يقبض عليا مش أمين شرطة؟ لا طبعا، ده تبعهم. طب وياسمين؟ ما اسمهاش ياسمين على فكرة، اسمها مي، ومخطوفة من اسكندرية. وأول ما جت قعدت تعيط وتصرخ لغاية ما ضربوها حتة علقة، بطلت تفتح بقها من بعدها خالص. قوم معايا يا كريم، لازم نروح جسم الشرطة حالا. لا، أنا لا بروح ولا باجي. لازم ترجع لأهلك، أنت مستفيد إيه هنا؟ كل اللي أنت عملته ده غلط.
انا ما بقتش عارف الصح من الغلط، بس انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي، لانهم لو رجعوني لبيتي ههرب تاني. الو الو، ايوه يا مرجان، انت فين؟ ايه ده؟ انت في حد جنبك ولا ايه؟ ايوه. طب انت فاهم ها؟ خلي بالك بقى. ياه، في المنصورة؟ طب يا حبيبي ترجع بالسلامة. لا 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 لا، سلام سلام. في المنصورة يا باشا. ماشي يا حبيبي. ها يا ابني، تابعت مع شركة المحمول؟ ايوه يا فندم، الاتصال تم من القاهرة. اما يا اخي التكنولوجيا دي عليها حاجات سبحانك يا رب. اخرس خالص. اسمع يا ابني، خليهم يدولك البيانات كاملة بتاعت صاحب الخط، ويكملوا تتبع للموبايل، ويوافونا أول بأول بمكانه بالظبط. وصلني يا ابني بسرعة بمديرية أمن القاهرة، وخد الأخ ده وديه الحجز. سامع؟ بيقول لك الحجز، وديه الحجز، مش للناس اللي بره. تمام يا فندم. الولد المخطوف بتاع النوبة وصلت لنا صورته. عندنا هنا؟ حاضر، أنا هتابع الإحداثيات مع شركة المحمول وهتحرك فورا. مع السلامة. حضر يا ابني عربية بسرعة، عندنا عملية مستعجلة. يعني ايه المطلوب دلوقتي؟ تبدلها لنا ببت تانية. احنا جايبين واحدة نشحت بيها ولا نصرف على علاجها؟ آسف، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، إلا إذا كنتوا هتدفعوا فرق نص عمولة. ماشي. كله يثبت مكانه ولا حركة. الحمد لله، هم دول اللي خطفونا. انت فارس صح؟ ايوه انا. وانا كريم، محدش سأل عني. هو انتوا بلغتوا عنا ليه بس كده؟ ده احنا بنحبوكوا. كدابين يا فندم، دول عصابة كبيرة. تمام، كله هيبان في التحقيقات. اخس، انا اتمسك بعد سنين الخبرة دي كلها؟ ماليش حق. انا ماليش دعوة بيهم، هم اللي الكلام ده تقوليه قدام النيابة. يلا قدامي. ايه؟ لقوا فارس؟ يا ما انت كريم يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله. خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما، خليك صاحي، خلي بالك. خلي بالك، ما تكلمش حد في الشارع ما تعرفوش، ممكن تلاقي ناس وحشة ما بيخافوش، 100 طريقة غريبة هيحاول يقنعك بيها، بس انت مهما عمل برضه ما تصدقوش. ممكن يقولك حتى كسبت في المسابقة، او هات تليفونك اصل انا عايز اعمل رنة، بس انت مهما عمل برضه ما تعبروش. لو حد قرب منك انت بأعلى صوت، هتلاقي ناس تساعدك ياكلوه زي الوحوش. اعترض، اصرخ، انده واستغيث، وقول الحقوني وما ترحمهوش. خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما، خليك صاحي، خلي بالك. خلي بالك. لو حصل واتخطفت اياك تخاف او تنكسر، اسمع كلامهم كده وكده وفي النهاية هتنتصر. بلغ عليهم البوليس لأي ضابط او شاويش موجود هنا عشان تعيش. خلي بالك، خلي بالك. وانت يا ابني ليه هربت؟ ضيعت ليه مستقبلك؟ قول يا ربي واستنى، لازم تصبر تتأنى، وانسى صحاب السوء، دي حياتك ليها معنى.
والخلاصة فيها عبرة، اسمع كلامي افهم الفكرة. أبوك وأمك ضحوا وتعبوا عشان يبنوا لك بكرة، فمش صياعة إنك تخون وإنك تهرب ده الجنون. ركز فكر خلي بالك، خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما خليك صاحي. خلي بالك خلي بالك، خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما خليك صاحي. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. أمي يا حبيبي يا كريم، ليه يا حبيبي عملت كده؟ معلش يا أمي، أنا آسف. أنا اللي آسفة يا حبيبي، أنا ما بنامش، بدور عليك كل يوم وفي كل حتة. أنا لقيت شغل خلاص وهترجع المدرسة من بكرة. بجد؟ طب رفعت عليه قضية والحكومة حبسته خلاص. أنت أهم حاجة في حياتي. أنا بحبك أوي يا أمي. مفيش حاجة في حياتنا أهم من ولادنا. الأطفال ملهمش أي ذنب إنهم يتعرضوا للقسوة دي. عندك حق، شكرا يا حضرة الضابط. بنتي مي يا حبيبتي يا بنتي. ياه، أخيرا اتكلمت. يا حبيبتي يا بنتي، حصل لها إيه يا فندم؟ حادثة بسيطة والحمد لله أحسن دلوقتي. أنا مش هلعب بعيد عنكم تاني أبدا يا بابا. شفتي بقى اللي حصل؟ أنا آسفة يا بابا. طب يلا بينا، دي مامتك مموتة نفسها من العياط عليك. يلا يا حبيبتي يلا. كده يا فارس، مش أنا منبه عليك ما تمشيش لوحدك في الشارع وما تكلمش حد غريب؟ أني آسف يا أبويا، الحمد لله على سلامتك يا ضنايا. أني هموت من الجوع يا أمي، بقالي يومين ما كلتش حاجة. حالا يا حبيبي. عجبك كده يا فارس؟ ضيعتلنا وقتنا كله اليومين اللي فاتوا عمالين ندور عليك. مش أني قلتلك ما تمشيش لوحدك يا فارس؟ ومن إمتى إحنا بنكلم حد غريب؟ ها؟ معلش يا ولاد، سيبوه يستريح الأول وبعدين نبقى نفهمه غلط. استريح مين؟ أني هاكل وننزل سوا نلف على البلد حتة حتة. ليه بقى يعني؟ ها ليه؟ صوري مالية الشوارع، ده ولا كأني نازل الانتخابات. خلاص يا ولاد، كل واحد هيختار منظر طبيعي يرسمه، بس بشرط إن اللوحة تكون بألوان مية، والحصة الجاية إن شاء الله هستلم منكم اللوحات. هو لازم ألون الرسمة بألوان مية؟ ما ينفعش خشب؟ لا يا حامد، ألوان مية، لا خشب ولا صفيح. أنا عايزكم تتعلموا مهارات جديدة. واللوحة المرسومة بألوان المية دي ننشرها على الحبل بعد ما نرسمها عشان تنشف. لا طبعا يا حسونة، أني هبقى أعلمك تعمل إيه. طب ما بدل ما تعلمني وتتعب نفسك وتتعبني معاك، ما ينفعش ترسمها لي يا بكر؟ لا يا حسونة، لازم كل واحد يعتمد على نفسه، لأن اللوحة دي عليها درجات، يعني أكنها امتحان بالظبط. عايزين نعدي على مكتبة عم سالم واحنا مروحين عشان اجيب علبة الوان مية، لان لو المصروف فضل معايا هيضيع كله على الاكل. انا عارف نفسي كويس. الاعتراف بالحج فضيلة، مش بيقولوا كده برضو؟ هو انت كنت ساكن فين الاول يا حامد قبل ما تتنقل مدرستنا؟ كنت ساكن في الأقصر، بس أبويا باع البيت اللي كنا قاعدين فيه ورجعنا هنا لبلدنا الأصلية. طيب أبوك باع بيتكوا ليه؟ عشان شغله في السياحة واقف بقاله فترة، وهو دلوقتي بيدور على شغل تاني. قال صحيح يا بكار، هو أنت بتعرف ترسم؟ أيوة، وبحب الرسم قوي. أني كمان بحب الرسم، بس ما عنديش ألوان مية. إحنا كده رايحين المكتبة دلوقتي عشان فارس يجيب علبة، ممكن تشوفها وتشتري واحدة أنت كمان. الدنيا
بكام دي يا عم سالم؟ الفلوس خالص يا فارس. خلاص هات لنا 5 علب. ايه هتفضل غلباوي كده طول عمرك يا حسونه؟ ها يا عم سالم بكام؟ ب18 جنيه يا فارس. هتاخدها ولا هتغلبوني زي كل مرة؟ ياه دي غالية جوي. اتفضل يا عم سالم، دي 20 جنيه تحويشة العمر. هات ال2 جنيه بقى عشان اجيب بيهم سندوتش. وانت يا حامد مش هتجيب علبة الألوان؟ مش هينفع اجيبها يا بكار لانها غالية جوي. يا خسارة. انت عارف ظروفنا يا حامد يا ولدي، والمفروض دلوقتي انك كبير وبتفهم. يا ابويا ماني مش هجيب بالفلوس دي لعبة، أنا هجيب علبة ألوان لأن الأستاذ طلب مننا رسمة والرسمة دي عليها درجات. خلاص سيبنا نفكر في الحكاية دي شوي وبعدين هقول لك نعمل ايه. حاضر. تعالوا عرفتوا ايه اللي حصل؟ ايه؟ بيقولوا ان مكتبة عم سالم اتسرقت امبارح بالليل. ياه ومسكوا الحرامي؟ لا بس شافوه وهو بيجري ومعاه الحاجات اللي سرقها ووسطيها ألوان مية، وبيقولوا إنه واحد من سننا أسمراني ورفيع ولابس صديري لبني فستقي كده يعني. أنا شاكك في واحد أول حرف من اسمه حامد. معقول حامد يعمل كده؟ لا مستحيل طبعا، بلاش تظلموه. ومستحيل ليه بقى يا حلو؟ المكتبة اتسرقت في نفس اليوم اللي راح يشتري فيه علبة الألوان ولقاها غالية. كلام حسونة صح. أني عن نفسي ماليش كلام معاه تاني. أبويا قالي ما تكلمش الحرامية. بلاش تحكم عليه ظلم من غير ما تكون عارف ايه اللي حصل بالظبط. بكرة كل شيء هينكشف ويبان يا بكار. انت جايب معاك لوحة يا حامد؟ ايوه لوحة جميلة وهتعجبكم. مش قلتلكوا اني صح؟ امال ايه؟ داني حسونة. بصوا يا ولاد بكار مستخدم الالوان ازاي في لوحته. شوفوا راسم فروع الشجرة جميلة ازاي، كلنا نسقف له. الله جميلة جدا يا حامد. انت اللي رسمها ولا خليت حد كبير يرسمها لك؟ لا أنا اللي رسمتها ولونتها كمان. انت فنان يا حامد. شايفين؟ راسم بألوان مية اللي ما كانش معاه فلوس يشتريها. صدقتوني؟ حامد هو في ايه اللي حصل يا عم جاهين؟ عيل صغير دخل وانا مش واخد بالي وسرق ايراد المحل كله وجري، ما لمحتوش غير وهو بيهرب. بقى هي الحكاية كده. بقول لك ايه، ابعد عني. انا يا دوبك المصروف اللي معايا يكفيني. على فكرة يا حامد، في الأول كان عندي شك لما ألوان المية اتسرقت من المكتبة، لكن امبارح أني شفت بعيني وانت بتسرق محل عم شاهين. تقدر تنكر؟ أني أسرق؟ لا يمكن، أنا عمري ما أعمل كده. لا 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 لا، ما ينفعش خالص.
يعني حرامي وكذاب كمان. حسونة، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. امال ايه اللي ينفع يا بكار؟ يبقى في حرامي وسطينا ونسكت؟ حرامي؟ عرفت ان حامد اللي لسه منقول المدرسة طلع حرامي؟ ده بيقولوا انه بياخد اقلام وحاجات اصحابه في الفصل. الواد ده من اول يوم جه المدرسة وانا مش مرتاح له. بعد اذنك يا استاذ، ما حدش يخرج من باب الفصل، احنا موجودين هنا لحماية التلاميذ عشان في حرامي دخل المدرسة واحنا بنراقبه. وجعت يا حرامي، تعالى هنا يا حضرة العسكري، أنا عارف الحرامي فين. مسكوا الحرام اهو. مسكناه وهو بيحاول يسرق أجهزة الكمبيوتر من المعمل. فاكر إنه هيقدر يستخبى وسط التلاميذ وهنفتكره قال إيه واحد منهم. لكن على مين؟ قدامي يا حرامي. أني آسف والله يا حامد، أني مش عارف أقول لك إيه. حقك عليا ما تزعلش. حصل خير يا حسونة، وانت كنت هتعرف منين يعني؟ كان لازم يتأكد الأول قبل ما يقول الكلام اللي جاله ده. حاولت أفهمه كده بس مفيش فايدة. بس يعني معلش في سؤال هيجنني بصراحة. قول يا حسونة. انت جبت ألوان المية منين؟ لما قلت لأبويا على تمن علبة الألوان قال لي إنه هيبقى صعب نشتريه لأن ظروفنا مش كويسة دلوقتي، وقال إنه هيفكر في حل للموضوع ده، وفعلا فكر لي في حل عمره ما خطر على بالي. خلاني أعمل ألوان مية من الأكل اللي موجود في البيت. إزاي؟ تعالوا زوروني في البيت وأني أوريكوا الطريقة. يعني يا ولاد بنطلع اللون الأحمر من الكركديه، واللون الأخضر من السبانخ المسلوقة، واللون الأصفر من الكركم، واللون البني من القهوة. أبوك ده عبقري يا حامد. وانت فنان قوي يا حامد. واني جعان جدا.